فيديو متنوع كيف العادة فيه تقضية مع الأثمنة اللي ولات غدا وكتزيد، وغادي نشارك معكم حتى مسمن بالشحمة بسيط وفي نفس الوقت لذيذ بطريقتي البسيطة. وفي الأخير غادي نتكلم على موضوع جديد بما أن هاد الفكرة ديال المواضيع نالت الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. كما كنقول لكم ديما الصحيحه راحه البال هي الاهم. اللي مريض يا ربي شافيه ويرحم جميع اموات المسلمين يا ربي. قبل ما نبدا في الفيديو ديال اليوم كنبغي نصلي كيف العاده على حبيبنا ورسولنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. غادي نبدا معكم التقضيه الاولى من بيم اللي المجموع ديالها هو 41 درهم فاصلة 75، 42 درهم 840 ريال. اول حاجه كيف ما كنشارك معكم ديما الياغورت اللي كناخذوا اغلبيه ديال التقضيه هذا ديال دوست معروف بيم داير 2 دراهم 40 ريال. خديت هذاك ديال الفخاز وخديت ديال البنان العاقد، خديت منهم 8. بالنسبه للحليب كما قلت لكم قبل هذاك ديال الحليب المعقم غنولي مره ناخذه هو مره ناخذ الحليب العادي اللي كيدير معروف كيدير 4 دراهم 80 ريال. خديت ايترونس. بالنسبه للكوطون ديسك هذا ديما كنشكر لكم ولا معتمد عندي وديما كناخذه داير 8 دراهم 160 ريال. بالنسبه لهاد الجفاف ديال الكتان كنت كتبته في الورقه ديال التقضيه ديال الشهر، خديته ب 7 دراهم 90، 8 دراهم 160 ريال. صافي هذه هي التقضيه اللي قلت لكم المجموع ديالها 42 درهم 840 ريال اللي خديت من بيم. غندوز معكم دابا للتقضيه ديال الخضر. مشيت تقديت يعني هاد البيم خليته هو الاخير، مشيت تقديت في الاول الخضره. خديت خيزو في صراحه الاثمنه غاديه وكتزيد غاديه وكتطلع. خيزو داير 10 دراهم. سولت الاول قلت راه غير هو اللي زايد فيه، مشيت عاود سولت قال لي 10 دراهم 1000 فرانك ولا 200 ريال. خديت هاد الكميه دايره 8 دراهم 160 ريال. بالنسبه لهذا اللوبيا خديت دايره 15 درهم 300، يعني طلعت على اخر مره خديتها، ولكن بان لي هذا السيد كيزيد الاثمنه. باش عرفتو حتى خديت نص كيلو ديال اللوبيا وعطاها لي وخلصتو. عاد باش جات واحد السيده سولاتو على البصله قال لها 240 ريال 12 درهم، وانا خديتها باقل. انا غنشاركها معكم والله اعلم. المهم انا غير لاحظت صافي. خديت نص كيلو ديال اللوبيا ب 150 ريال 7 دراهم ونص كما قلت لكم 15 درهم ولا 300 ريال الكيلو. بالنسبه للفلفله والدنجال دايرين 8 دراهم 160 ريال. وحتى الخيار نفس الاثمنه. خلطت هاد كيلو ونص ما بين الخيار فلفله ودنجال، يعني خضره باقا بصراحه طريه. خديت هاد الكميه كما قلت لكم فيها كيلو ونص ب 240 ريال 12 درهم. من بعد الدنجال والفلفله والخيار خديت جلبانه دايره 18 درهم. مشيت عند واحد السيده كتبيع جلبانه وشحال من حاجه، قلت لها بشحال جلبانه؟ قالت لي 13 درهم. قلت زوينه قبل ما ناخذ هذه بانت لي زوينه. قلت لها ديري لي كيلو. قالت لي منين غندير لك كيلو؟ قلت لها تاع الجلبانه. قالت لي اين هي؟ قلت لها هذيك اللي من موراك في الصندوق. قالت لي لا هذيك دايره 25 درهم 500 ريال. هي كتهضر على هذيك الجلبانه اللي منقيه واحد شويه في الميكا دايره ليه شويه دايره ليه 260. قلت لها وانا هزيت سميتو وانا نزيد ما هضرتش معاها 25 درهم، يعني بان لي شي حاجه اللي ماشي عاديه. صافي وانا نزيد. قلت لقيتها في طريقي هي هذيك، ما لقيتهاش رانا خديت دجاج اللوبيا. مطيشه دايره 7 دراهم 140 ريال. كاينه واحد الوحده صغيره ساتيه هو دايره 120 6 دراهم. ووحده هذيك عرفتوها اللي كتكون مضروبه كتكون طيبه بزاف كتكون محلوله داير لها 4 دراهم. خديت انا هذه دايره 7 دراهم 140 ريال. خديت 2 الكيلو لان ديجا باقا عندي خضره في الثلاجه ولا مطيشه في الثلاجه انا غنشاركها معكم في مورا هاد التقضيه هذه. البصله خديت هاد الصغيره هذا نفس السيد. هاد السيد هذا غنعاود لكم قصته حتى هو من بعد وغنعاودها لكم حتى نكمل معكم التقضيه وغادي تشوفوا بنادم الطمع فين مشابه. مهم ما علينا. خديت هذيك البصله الصغيره دايره 6 دراهم 120 ريال. خديت نص كيلو. بالنسبه لهاد البصله الكبيره داير لها 7 دراهم 140 ريال. خديت هنايا 2 الكيلو. يعني هاد الكبيره علاش خديت الصغيره؟ لان كما كتعرفوا بالنسبه للسلطه كنحتاج وحده صغيره، ما يمكنش لي نحل وحده كبيره
ونخليها محلوله، والبصله ما خاصهاش تتحل وتبقى، يعني خديت هذيك الصغيره للسلطه. وبالنسبه للكبيره راه نطيب بها. خديت كيما قلت لكم 2 كيلو من الكبيره ب 140 ولا 7 دراهم، ونص كيلو من هذيك الصغيره دايره 6 دراهم ولا 120 ريال. بالنسبه للبطاطا دايره 120 ريال. خديت شي حاجه قليله من الحمراء وكملت بالبيضه، يعني المجموع هو 5 كيلو ديال البطاطا. هاد البطاطا هذه ديال الرمله كتعجبني، هذه بالنسبه لهاد البيضه. خديت كيما قلت لكم 5 كيلو ب 30 درهم، 600 ريال. بالنسبه للبطاطا والبصله خديتها من عند سيد واحد، وما تبقى كل حاجه خديتها من بلاصه، لان كنبقى نشوف الاثمنه، وحتى بالنسبه للسيد ولا الخضار واش عنده كل شيء، راه كناخذو من عند خضار واحد، زائد الجوده. الا كانت عنده شي حاجه عيانه راه ما كناخذهاش. المهم، وكما كنقول لكم ديما، كل واحد وخيره في دارو. الله يرزقنا الصحه والسلامه وراحه البال اللي هما اهم. كندير معكم المونتاج الفيديو، الشتا تبارك الله كثيره، الله يعطيها لنا يا ربي على قد نفع. فعلا جات هاد العام شتا زوينه، تبارك الله. باغا ندوز معكم اشنو تبقى ليا في الخضره، من بعد غادي نشارك معكم الدجاج والحوت. هنايا عندي البطاطا هي اللي شاركت معكم، كنت تقديتها فاش قلت لكم راه تقديت شي حاجه نسلك بها بين ما يكون الزوج ديالي ونمشيو في الطوموبيل، لان البلاصه اللي كنتقدى منها شويه بعيده. بقى عندي تما البطاطا سوا البيضاء سوا الحمراء، بقى عندي تما هي ديك البطاطا الحلوه من التقديه ديال الاول الشهر اللي شاركت معكم. بالنسبه لليمون راه هو هذا اللي كنت جبت، راه باقي. التقديه هذه راه تقديتها نهار الحد. بالنسبه للقزبر والمعدنوس باقي عندي، النعناع تا هو باقي عندي، والشيبه تا هي اللي كنت قديت في الاول الشهر تا هي باقه. من بعد عندي هنايا الحامض، الشوفلور باقي، الخس تا هو باقي. يعني الحاجه اللي باقا راه ما كنجيبهاش، والحاجه اللي خاصني راه كنجيبها وكنكون محتاجه ليها ضروري. بالنسبه للمطيشه من ديال الاول الشهر راها باقه، وهاد زوج الحامضات من تقديه ديال الشهر اللي فات. كنت نقول لكم من العام اللي فات، من الشهر اللي فات. الحامض كيصبر هو في الثلاجه. غادي ندوز معكم دابا التقديه ديال الدجاج والحوت. بالنسبه للدجاج كنت شاركت معكم في الاول الشهر، الا بقيتوا عاقلين. هنا بالنسبه المتتبعات العزازات اللي متبعين القناه، وبالنسبه للناس الجداد رانا تقديت في الاول الشهر زوج ديال الفرارج سالاو. خديت هنايا غير فروج واحد، الثمن داير 300 ريال، 15 درهم. خديت هذا الفروج ب 49 درهم ونص، اللي هي 990 ريال. فيه تقريبا جايه 3 كيلو قل 100 غرام هكذاك. داكشي علاش خديت غير واحد. قلت غادي نجيب في بلاصه الفروج الثاني حوت. داكشي اللي درت نيت. خديت هاد زوج الانواع ديال الحوت، منهم هاد الشرغو داير 50 درهم للكيلو. خديت هذه الزيته وقلت لي عبرها، لقى فيها 40 درهم، 800 ريال. هذه غادي نديرها، كنت شاريها على حساب باش نديرها في الفران، بان لي غنديرها في الطاجين هكذاك صاينه، لانني لاحظت ان وليداتي تياكلوا الحوت ديال الطاجين على ديال الفران. وديال الفران امتى تياكلوه؟ فاش كيكون كنعمروه بالفيرميسيل. وهنايا فاش قلت له صايب لي هذاك الشرغو، نسيت ما قلت ليش يحل يفتحها من الظهر، يعني خلي الكرش ديالها مسدوده باش نصيب كي نعمرها. داكشي علاش فكرت هنا غادي نديرها في الطاجين، لان الا ما كانش عامر في الفران ما كياكلوش، خصو يكون عامر بالفيرميسيل. ديما كنديروا الحاجه اللي كيتشهاو ولا كيبغيو وليداتنا باش الحاجه كتستهلك. بالنسبه للحوت التالي ديال الروجي داير 50 درهم، 1000 ريال. خديت كيلو، يعني المجموع ديال الحوت 90 درهم، 1800 ريال. والفروج ديجا رانا قلت لكم الثمن ديالو هو 49 درهم ونص، اللي هي 990 ريال. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. هذه هي الخضره اللي تقديت كما قلت لكم نهار الحد. شي حاجه اللي كانت عندي رانا ما تقديتهاش، والحاجه اللي ما كانش رانا جبتها. بالنسبه للطبيله راه هي هذه. الحوت ديال الروجي رانا قليته، هو هذاك. درت معاه شويه الزعلوك، ودرت معاه البطاطا اللي ديما كتكون حاضره، ولا الاغلبيه ديال الاوقات كتكون حاضره ديك البطاطا بالبصله والمعدنوس. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. دابا غندوز معاكم المسمن. هاد الفيديو هذا ديجا كنت شاركته معكم في القناه. بالنسبه للمسمن ديال الشحمه الاغلبيه كيدير فيه الفلفله.
كنتمنى تكتبوا لي في التعاليق شنو كديروا، واش كديروا في البسم ديال الشحمه الفلفله ولا لا والزيتون. يعني كي شفت الناس كيديروا فيه هادشي اللي قلت، كيديروا فيها زوج الحوايج اللي قلت لكم. بالنسبه لي راه كندير فيه غير البصله والمعدنوس. غنخليكم مع الفيديو، غادي ندوز معكم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم، هو بين قوسين اللي حفر حفره كيطيح فيها. قبل ما نبداو فيه، بالنسبه للاخت هاجر كانت قالت لي على الموضوع ديال السقاطه، كنت جبدته في الفيديو اللي قبل وقلت لكم على السقاطه، وقلت لكم غنهضر لكم على السقاطه ديال الدراري الصغار، على وليداتي بالضبط واش كانوا كياخذوا السقاطه ولا لا. غنديروها في موضوع تالي. مرحبا اختي هاجر. حتى بالنسبه لاخت عفاف، بالنسبه للتقضيه كانت قالت لي في هذا الفيديو الاخير، قالت لي نتقدى من سوق الحد الكاموني، راه كيجيو ليه الناس من سلا والرباط. ان شاء الله فاش غادي نعرف فين كاين ونتقدى منه راه نشارك معكم التقديه ونقول لكم الاسمنه اللي فيه. شكرا اختي عفاف. بالنسبه للموضوع ديال اللي حفر حفره كيطيح فيها، غادي نرجع لكم للسيد اللي تقديت من عنده البصله سواء الكبيره ولا الصغيره والبطاطا. تخيلوا انني مشيت عنده، كنت ديجا تقديت من عنده مؤخرا، والحاجه اللي عندي اللي فيا انا عود بلا قلت انا انني فاش كنشوف الواحد بغى يغدرني ما كنبقاش نرجع عنده. في الاول كنت كنمشي له كنصارحه وكنقول له اشنو داير، دابا مابقيتش كنرجع عنده. علاش؟ تخيلوا ان البطاطا، حسبوا شوفوا ان البطاطا خديت 5 كيلو ب6 دراهم، والبصله خديت 2 كيلو ب7 دراهم، وخديت نص كيلو دايره 6 دراهم، يعني نص كيلو ب3 دراهم. قلت له جمع لي المجموع، ما تاويت معاه والو. صافي قال لي الاثمنه، عبرت عطيته قلت لي شحال المجموع، قال لي 65 درهم 1300 ريال. تبلوكيت، قلت كيفاش خديت 3 الحوايج ب 65 درهم؟ قلت ما غاديش ندير حتى نشوف. جبت 200 درهم عطيتها له، قلت بحال والو يعاود الحساب. جبت 200 درهم عطيتها له، رد لي الصرف، باقي خاص يرد لي 10 دراهم على 65 درهم. وانا نقول ليه شتو انه باقي ما بغاش يفهم راسو وبكل ثقه. يعني 65 درهم 65 درهم. قلت لي على بشحال المجموع، على بشحال البطاطا وشحال؟ قال لي قلت لك البطاطا ب6 دراهم. قلت لي خدينا 5 كيلو ب 30 درهم. قال لي على ماشي 6 كيلو؟ قلت لي 5 كيلو. قلت فراسي واخا 6 كيلو راه داك الثمن اللي قال لا يعقل. واش 5 كيلو ديال البطاطا ب 30 درهم و35 درهم ديال البصله في 2 كيلو ونص ديال البصله؟ قال لي قلت له البصله خديت 2 شحال درتي ليها؟ بقات يحسب، قال لي راه 42 درهم. واش عندك 2 دراهم عطيها لي باش نعطيك نرد لك الصرف. شوفوا الفرق شحال، يعني تقريبا 23 درهم اللي كان غادي يدي. شنو بان لكم؟ يعني بحال هاد النموذج ديال الناس شنو غادي ديري معاهم؟ ولكن فاش جيت للدار وحسبت لقيت انه المجموع هو 940 ريال، يعني 47 درهم ماشي 42 درهم. خاصني نزيدو 5 دراهم. فاش غنمشي نتقدى غادي نمشي عنده، غادي نرد له 5 دراهم ديالو بلا ما نجبد معاه الموضوع. غنقول له ان هاد 5 دراهم راك ما حسبتيش مزيان، راه بقات عندي هكا. راه ما نكذبش عليكم، راه شحال من مره كتجرى لي مع شحال من خضار، يعني ضروري كيخلي عندي الفلوس وكنمشي واخا دوز المده. راه واحد المره مشيت وما لقيتش الواحد، ومشيت حتى ديت له 5 دراهم ديالو. راه الواحد يمشي غير بنيته، ما كاينش لاش هذاك الغش. راه الواحد اللي دا شي درهم ماشي ديالو راه ما عارفش ربي شنو خازلو. ولو درهم تقدر تجي في صحته، تقدر تجي في شحال من حاجه، والصحه هي اللي اهم. السيد ما بانش ليا فيه انه غلط، بان ليا فيه انه تعمدها، لان فرق شاسع. ماشي هي درهم ولا 5 دراهم ولا حتى 10 دراهم. الله يهدي بنادم. كنتمنى اللي جرى لها بحال هاد المواقف تقولها لي الا كان امكان في التعاليق. واش غنقول؟ الله يهدي بنادم وصافي، هادشي اللي كاين. كيف ما كتلاحظوا راه هذا هو المسمن، راكم شفتوا كيف جا، كيجي زوين خفيف، واصلا هو كيطيب بلا زيت في الحشوه، يعني كيطيب داك الشحمه اللي شفتوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، حتى الموضوع ديال اليوم. راه الغش خايب، انك تغش خوك المسلم راه خايبه وخايبه بزاف. شكرا بزاف على تعاليقكم الزوينه، وموعدنا ان شاء الله فيديو جديد مع موضوع جديد، دائما في اطار الصراحه، بساطه والمصداقيه. شكرا.